سلام البنات، مرحبا بكم مره اخرى في سهر رخيص وبنين. اليوم غندير معكم واحد الوصفه ديال الدنجال معمر بالشامبينيون ولا داند فيمي بطريقه جديده ومغايره. نتمنى تعجبكم الفكره. ندوزو للطريقه والمقادير. غادي نحتاج جوج ديال الدنجالات. هنا عندي نص بصله مشلطه، عندي درس ديال الثومه، عندي شويه تاع لا داند فيمي، عندي هنايا شويه ديال الشامبينيون، عندي معلقه تاع الدقيق، عندي شويه الملح، شويه تاع الابزار، شويه ديال زيت الزيتون. هنايا عندي الفرماج محكوك، وعندي جوج كيسان ديال الحليب. اول حاجه غادي ناخذ الدنجال، غادي نقسمه في النص، يعني نفس الطريقه اللي كنت درت لواحد الوصفه ديال الدنجال كنت درتها معكم من قبل. غادي ناخذو غادي نفلحو بحال هكا، غادي حتى نقرب الجلده لداخل. بحال هكا. ناخذ شويه تاع الملحه، غادي نديرها هنا، وغادي ندير ليه شويه تاع زيت الزيتون. ودابا غادي ندخلوه الفرن واحد شويه حتى نحس بالقلب ديال الدنجال شويه طاب. ندخلو الطياب. ناخذ المقله غندير فيها شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نخليها تشحر. من بعد ما دبلت شويه البصله غادي نزيد عليها الشامبينيون، وغادي نخليهم حتى هما يتشحروا شويه. غندير شويه تاع الملحه، شويه ديال الابزار، بعد ما خرج الدنجال من الفران نحيد ليه هذا اللب، هذا مازال سخون. دابا غادي ناخذ هذا القلب هذا تاع الدنجال، غادي نقطعو طريفات صغار وغادي نزيدو على الشامبينيون. ودابا غادي نزيد الدنجال، على الشامبينيون والبصله، شويه تاع لدان فيمي هنايا باش هي تشحر. غادي نخلي غير واحد شويه، واحد المقله عفوا، وغادي ندير فيها جهه ديال معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، ونتسناها تسخن شويه. بعد ما سخنات شويه الزيت غادي تزيد عليها هاد المعلقه تاع الدقيق، بعد ما تحمرات شويه غادي نزيد عليها الحليب، ودابا غادي نزيد شويه تاع الملح وشويه ديال الابزار.
ها البيشاميل ديالي بدات كتعقد. دابا غادي نطفي عليها البوطه ونخليها. دابا من بعد ما صايبت البيشاميل غادي نخوي ليها هذا الخليط هذا، غادي نخوي على البيشاميل وغادي ندير شويه تاع الفرماج. ناخذ الدنجال اللي خويت قبيله وغادا نعمر بهذا الخليط هذا. دابا غادي ندير ليه من فوق شويه من هذاك لادان فيمي اللي خليت، وغندير ليه شويه ديال الفرماج من الفوق. وغادي ندخلو الفران يتكراتينا واحد شويه. هكذا غيكون هذا هو الدنجال اللي صايبت معكم. نتمنى تكون عجبتكم الفكره. ما تنساوش الاشتراك في القناه ودعمي بلايك، ومرحبا بكل التعاليق ديالكم، والى اللقاء.